السلام عليكم ورحمة الله. أنا مش مستغرب من بكاء كريستيانو رونالدو بعد خسارة نهائي كأس السعودية مع نادي النصر السعودي، لأن شخصية زي رونالدو عنده إنه ثروته كلها تروح ومحدش يقول له يا لوزر، محدش يقول له يا خسران. شخصية بتكره الخسارة، عشان كده مع اي هدف بيحرزه رونالدو بنلاقي احتفاله مفرط، ومع اي بطولة بيكسبها بيجري زي المجنون، حتى ولو دورة رمضانية في ماديرا. نفس الشيء لو خسر بنلاقيه بيبكي زي الطفل، كأنها اول بطولة في مسيرته، ولا كأنه في 39 سنة الدون كريستيانو رونالدو دولابه متروس بطولات، متروس ميداليات، متروس ألقاب، مليون مقالة عن موهبته، ولكن يبكي كالطفل عند الخسارة. عامل موسم ضخم جدا في السعودية، مسجل 40 هدف أو أكتر. هذا اللاعب الأسطوري كان ممني نفسه ببطولة مع نادي النصر السعودي، ولهذا كانت ردة فعله اللي شفناها بالبكاء الشديد بعد الخسارة. هو بيحس ان رونالدو اللي اتغلب مش نادي النصر، رونالدو هو الرمز، هو اللي اتهزم. رونالدو عنده الأنا عالية جدا غير عادية، يعني قصاد نفسه هو دايما متحدي لذاته، كأنه بيروح بعد كل ماتش ويكلم نفسه في البيت، نفسه اللي هو اتحداها. عشق والهان للفوز وكراهية بغيضة جدا للخسارة، علشان كده بنلاقي ردود فعله اكستريم زيادة، ردود فعله مبالغ فيها جدا. سميها زي ما تسميها، سميها شغف، سميها طموح لا ينتهي، بس هي في كل الأحوال ان رونالدو لا يحب الهزيمة ويبغضها بشدة، وعاشق إلى الفوز وإلى اللقاء.